لحن أنوف أمه ماريا أو لحن افرحي يا مريم. مين ألف اللحن وليه ألفه وليه دخل الكنيسة وبقى في الليتورجية، وإيه هي أبعاد اللحن العقائدية والموسيقية وكمان الروحية. كل اللي محتاج تعرفه عن لحن أنوف أمه ماريا هيبقى معانا في الحلقة دي، في حلقة جديدة وحكاية لحن جديد. البداية معانا هنبدأ من سنة 428 ميلادية لما جه كاهن من أنطاكيا اسمه أناستاسيوس. والكاهن أناستاسيوس ده كان من أنطاكيا، وأنطاكيا في الوقت ده كانت تابعة لبطريركية القسطنطينية. ومين هو بقى بطرك القسطنطينية في الوقت ده؟ البطرك في الوقت ده هو نسطور. وأعتقد كده يا صديقي أنت عرفت ليه اللحن ده موجود في الكنيسة. هو بالفعل اللحن ده موجود للتصدي لبدعة نسطور اللي قال إن العذراء ما ولدتش الإله ولا حاجة، قال إن العذراء ولدت إنسان عادي وبعد كده بقى إله زي ما كلنا عارفين بدعة نسطور. بعد الرد على بدعة نسطور في مجمع أفسس اللي اجتمع سنة 431 ميلادية، وتم حرم نسطور وكل أتباعه، وتم إثبات إن العذراء هي والدة الإله وهي الثيوتوكوس. بطل المجمع كان البابا كيرلس الأول عمود الدين، البطريرك رقم 24 من بابات الكرازة المرقسية، واللي معروف ومشهور باسم البابا كيرلس الكبير. بابا كيرلس الكبير بعد ما خرج من المجمع بدأ يألف لحن أنوف أمه ماريا. كل الإحصائيات التاريخية أو كل كتب التاريخ بتقول إنه تم تأليفه بعد انتهاء المجمع وبعد حرم نسطور وكل أتباعه. وده على حسب شهادة المؤرخ السورياني ميخائيل الكبير اللي كان موجود في الوقت ده، وقال إن البابا كيرلس الكبير ألف لحن أنوف أمه ماريا بعد انتهاء مجمع أفسس وبعد حرم نسطور وكل أتباعه. البابا كيرلس الكبير أدخل لحن افرحي يا مريم أو أنوف أم ماريا في القداس لغرضين مهمين، اللي هما أول واحد التأكيد على اتحاد الناسوت باللاهوت في شخص السيد المسيح، وده بيبان جدا من خلال اللحن. الغرض الثاني هو التأكيد على وحدة الكنيسة الجامعة، لأن السيد المسيح الإله المتجسد موجود في حجر البتول وبتسبحه الملائكة السمائية والطغمات السمائية زي الشاروبيم والثيرافيم. أما لو رحنا للبعد الموسيقي للحن أنوف أمه ماريا، فبالرغم من أن اللحن لحن كبير في الكنيسة ويعتبر من الألحان الكبيرة في الكنيسة اللي ترتيله بياخد أكتر من 6 دقايق أثناء الترتيل، إلا أنه رغم كبره كده ناس كتير جدا حافظاه ومعظم الشعب حافظ لحن افرحي يا مريم. وده بيرجع لحاجتين، حاجة أولى طبعا لأنه لحن للسيدة العذراء مريم وحبها معروف في الشعب المسيحي. أما البعد التاني فلأن موسيقى اللحن هي موسيقى عذبة وموسيقى هادية مفيهاش تغيير كتير في إيقاعاتها الموسيقية، بالعكس هو اللحن إيقاعه موسيقي واحد من أول ربع لغاية آخر ربع. وده إن دل على شيء بيدل إنه هدف وجود الألحان في الكنيسة إن الكل يشارك في ترتيلها والكل يشارك في الصلاة، بدليل إنه لحن افرح يا مريم معظم الناس حافظاه، وده لأن إيقاعه سهل ونغمته سهلة، بالرغم من إن اللحن بيحمل عقيدة جميلة جدا، واللحن تم تأليفه ردا على بدعة وجدت في الكنيسة. لحن افرح يا مريم أو أنوف أمه ماريا لو لاحظت وانت بترتله هتلاقي فيه ربعين عليه. أول ربع هيقابلك هو الربع الثالث في اللحن، واللي هو ربع ليس لنا دالة. وهنا الربع ده عالي للشفاعة التوسلية اللي نطلب منها العذراء مريم إنها تطلب عنا عند ابنها يسوع المسيح. طبعا ربع عالي نتيجة للتوسل وطلب الشفاعة من العذراء مريم. أما الربع العالي الثاني فهتلاقيه الربع الخامس وهو ربع قدوس قدوس، وده لأن قدوس قدوس هي تسبحة الغلبة. ولو ركزت في القداس هتلاقي أبونا بيوصف تسبحة الغلبة اللي جت في سفر الرؤيا وبيقول يرسلون تسبحة الغلبة بصوت مملوء مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون قائلين. فما ينفعش انت تبقى واقف وسطهم وهم بينشدوا تسبحة الغلبة وبيصرخوا وبيصوتوا بصوت مملوء مجدا وتقول التسبحة بتاعتهم بصوت هادي. فقدوس قدوس بنعلى بالنغمة فيها كأننا بنشارك السمائيين بطريقتهم اللي بيرتلوا بيها تسبحة الغلبة. أما لو رحنا للبعد الروحي في اللحن فهنلاقي إن أول ربعين في اللحن مأخوذين من لبش الأضام الخاص بسؤتوكية يوم الثلاثاء.
والربع بيقول افرحي يا مريم العبدة والأم لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه. والربع ده بيدل أو زيه أو بيشبه الآية اللي وردت في سفر زكريا الإصحاح الثاني، الآية اللي بتقول ترنمي وافرحي يا ابنة صهيون لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. كمان لحن أنوف أم ماريا بيتجسد في الحضور الإلهي في حجر العذراء مريم اللي بيصير عرش للإله، وبالتالي بيفتح لينا المجال نسبحك مع الشاروبيم والسرافيم. فبتلاقي اللحن بيقول لك يعني الشاروبيم والسرافيم بيرتلوا وانت هتقف ساجد، وبتبتدي تشترك معاهم زي ما قلنا في تسبيحة الغلبة اللي هي بتقول قدوس قدوس. دي كانت حكاية لحن أنوف أم ماريا أو افرحي يا مريم اللي وجوده لغاية دلوقتي في الكنيسة بيدل على صمود الكنيسة ضد البدع والهرطقات، وازاي آباء الكنيسة البطاركة تصدوا للبدع والمهرطقين دول. مش بس كده، ده كمان حطولنا العقيدة الصحيحة في الليتورجية بتاعتنا عشان نرتلها كل يوم ونفتكر إن العذراء مريم هي والدة الإله وهي الثيوتوكوس. بابا كيرلس كان ليه ألحان كتير عن العذراء مريم اللي حارب بيها بدعة نسطور، وآباء كتير من الكنيسة ألفوا ألحان كتير بترد على البدع. لو انت لسه مهتم بألحان عن العذراء مريم، في سلسلة السؤتقيات موجود هنا عندنا على القناة بتشرح ازاي اتصدت الكنيسة بألحانها وبسؤتقياتها لبدعة نسطور وكل البدع اللي حاولت تشكك في العذراء مريم انها والدة الإله، وانها عقيدة العذراء مريم في الكنيسة هي الثيوتوكوس. حكاية لحن ونوف أم ماريا خلصت، لكن حكاياتنا على القناة لسه ما خلصتش. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، تشارك الحلقة مع أصدقائك. لو لقيت حاجة جديدة في الحلقة اكتبها لنا في التعليقات تحت. لو استفدت متنساش تكتب لنا في التعليقات تحت. لو عايز تسمع حكاية عن لحن معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات تحت. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.